بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. اليوم بتكلم عن موضوع مهم جدا ويهم شريحة كبيرة من المجتمع، وهم شريحة الشباب والحرب الممنهجة على الشباب. بعد ما تخلص من المتنفذين من التجار يطلعون لك متنفذين من القياديين في الأجهزة الحكومية. 3 مواضيع أو 4 تهدم بيئة الأعمال. كوني أحد أعضاء لجنة تنظيم بيئة العمل، أرى بأن هذه الأمور والتصرفات الفردية التي تظهر من بعض المتنفذين من القياديين في الدولة تهدم بيئة العمل. أتكلم عن أولها. يمكن قبل نهاية السنة الماضية بدأوا يتكلمون ويتواتر الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي لما يتعلق في موضوع رخصة تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي اللي أقره في وزارة التجارة، وأصدرت تراخيص حق بعض الشباب القادرين على تنظيم رحلات دولية خارجية وتنظم هذه العملية. نتفاجأ بتاريخ 2 نوفمبر يخرج كتاب من الطيران المدني بالتكليف، مدير عام الطيران المدني يطلب من وزارة التجارة في إغلاق هالنوع من النشاط. تصرفات من أشخاص تهدم بيئة عمل كاملة، وما رأينا أي تصرف جاد إلى الآن من الحكومة. وهذه الرسالة إلى الوزير المختص والمعني، وإن كان بالتكليف المعني في الطيران المدني، وأيضا لوزير التجارة. هذا النوع من اللعب إذا أنتم عارفينه وشايفينه شيء بسيط، لا نعم، هذا شيء يدمر بيئة العمل. فنطلب حل سريع لإخواننا أصحاب هذه الرخص، إنقاذهم في أسرع وقت ممكن. أما الموضوع الآخر يخص موضوع بلدية الكويت ووزير البلدية، وأيضا بعض المتنفذين من مؤسسة البلدية. رخص مؤقتة لمواقع كشتات في البر، الناس تستانس منها، المجاميع، الأهالي، الناس تبي تلقى مكان تروح ترفه عن نفسها، وما عندها الاستعداد أنها تبني مخيمات، تبي مكان مؤقت تستفيد منه وتستانس هي وعيالها فيه. نرى المخالفات تكون بطريقة مو منطقية وهدم لهذه المنتجعات البسيطة اللي قاعد يسوونها فترة مرحلية. عندنا شتاء 3 أشهر، ومن قبل كنا نتكلم فيها، طاف أكثر من 4-5 سنوات، كل سنة من يلشته نتكلم عن هذا الموضوع ولا نرى أي تحرك فعلي. يا أخي تبي تخالف، خالف إذا كان هناك إهمال من صاحب المكان اللي قاعد، لكن رخصة بشكل مؤقت وحاسبه إذا بدر منه أي خطأ، بدر منه أي تصرف مو صحيح، هني خالفه. بس إنك أنت واحد يبني مكان كامل ويتعب عليه، تي مرة واحدة بدون أي سابق انذار تهدم هذا المكان، أمر غير مقبول. ما راح نسمح إن أي واحد يتعدى على الشباب بهذه الطريقة. أعتقد لما نتكلم عن حرب ممنهجة، إيه نعم، لما نضايق التجار المتنفذين اللي موجودين، اللي قاعد يضغطون على المتنفذين في أجهزة الدولة بالحكومة، هم اللي قاعد يحركونهم، فهم يعتبرون أدوات لهذول التجار المتنفذين، وهذا الأمر غير مقبول. راح تكون لنا وقفة إذا استمر هذا الموضوع بهذه الطريقة من دون تنظيم. نطلب في التنظيم نعم، وخالف من يخالف القواعد اللي انتم تضعونها، لكن تخلي الموضوع سايب 5 سنين وكل شتاء نرد في نفس المشكلة، هذا أمر غير مقبول. نتكلم عن موضوع آخر، نختفي وراء موضوع التركيبة السكانية وتعال خالف الناس ويبهم وعطهم إبعادات واللي قاعد تصير من دون وضع حلول بديلة. هذا أمر قاعد يخرب بيئة العمل. وبعدين الأسعار، لما نقول أنت رقابة الأسعار تقول لي موضوع والله ما نقدر نتحكم بالأسعار. ما هو إذا العمالة صار في شح في العمالة راح ترتفع الأسعار، لأن أسعار العمالة موجودة راح ترتفع. من الطبيعي جدا عرض وطلب، أنت قاعد تتكلم عن رقابة على الأسعار وتقول هذا السوق حر، ونفس الوقت قاعد تقيد الناس. العمالة الماهرة ما قاعد تدش البلد لأنه ما قاعد تستفيد من المميزات الموجودة، قاعد تروح حق الدول المجاورة اللي قاعد تستفيد وتجيب أهاليها والناس تعيش في هذه البلدة آمنة مثل الدول المجاورة. لكن احنا قاعد نستقطب فقط العزاب، فاحنا قاعد ندمر
التركيبه السكانيه، كل اللي موجودين عزاب، لانك انت ما قاعد تجيب العماله الماهره اللي ممكن تعيش على هذا البلد. اما الموضوع الاخير سبق وتكلمنا فيه، والى الان ما راينا اجراء، لا لقينا اجراء معاكس. شيء متعلق في المناقصات، نتكلم عن دعم المنتج الكويتي عشان لا يساء فهمه. تجي الدولة والبرلمان يقوم في إعداد قانون خاص في موضوع دعم المنتج المحلي. يجون بعض الإخوان في الفتوى، فتوى غير ملزمة، لكن بالنهاية إذا كان أحد يشتهي أنه هو يغير المفهوم على كيفه راح يقوم في الأداء. المنتج المحلي يعتبره خليجي، لا أبدا، ولا اتفاقات الخليجية تمثل المحلي هو خليجي. كل الخليج ما يدعم المنتج الكويتي ولا يدخله في مناقصاته. الاتفاقية الخليجية فقط على الجمارك، فقط الدعم الجمركي. أما ما يتعلق في دخول مناقصات هناك أفضلية طلعنا فيها بقوانين سابقة حق المنتج المحلي الكويتي. للأسف يطلع الوزير ويطلع تعميم للمنتج الخليجي مساواة بالمنتج الكويتي. شنو المفاضلة اللي فيها؟ أنا الرسالة أبي أفهمها، أعطونا إياها بشكل مباشر عشان الشباب الكفاءة اللي قاعد يتعبون لا يتعبون بهالبلد وبعدين تجي الدمرة بيوم وليلة توقف رخصته، تبدي تشتغل على انك انت على ما تبني مصنع تحتاج وقت كبير، وعلى ما توصل الى نقطة التعادل في الارباح تحتاج سنوات في الصناعة. تجي تدخل عليه صناعات خارجية وتنافسه على بعض المناقصات اللي موجودة او اغلب المناقصات اللي موجودة في الكويت. انت دمرت البيئة. إذا أنتم ما تبون الشباب الكفاءة اللي قاعد يشتغل في القطاع الخاص، لا تجون تقول تعال خلي الكويتي يدش في القطاع الخاص. عوضه عندك في الحكومة. والكفاءة من الكويتيين قولوا لهم يا جماعة روحوا دوروا لكم أماكن ثانية، روحوا الدول المجاورة واستفيدوا من الخدمات اللي موجودة، لأن الخدمات اللي موجودة ما عادت تميز أن أنا أشتغل في الكويت عن برا، بل هناك أفضل. فهذه رسالة يا ريت تكون فيها جواب مباشر من الحكومة، سواء بالتكليف أو التصريف العاجل أو الحكومة القادمة. تبون شبابنا يشتغلون هنا ولا احنا نمثل الشباب؟ واحنا بشعاراتنا في الانتخابات تكلمنا عن دعم الشباب. فأنا إذا نوصل لمرحلة مو قادرين ندعمهم قولوا لنا عشان نخلي الشباب يشوفون طريقهم، أو إن فعلا نصلح بيئة العمل ونشتغل لدعم هذا الشباب. هذه أولوية مفروض تكون لنا كلنا. وإذا أنت بتتكلم عن والله بتدعم الكويتي، هذا أول طريق تشتغل عليه، وفر له بيئة مناسبة تتناسب مع طموحاته. ما تبي توفر هذه البيئة، خل عيالنا يشتغلون برا. شكرا.